باب جاهز ولا باب تفصيل؟ خليني اقول لكم على افضل مواصفه ان انتوا تعملوا بيها الباب. من بره يكون كونتر طبقات، سواء 12 مللي او 8 مللي على حسب شكل الباب بتاعك. ده الشاسيه بيكون موسكي وبنفرز فيه المسافه اللي انتوا شايفينها دي، وبعد كده بنعمل الحشوه الداخليه كلها برضو موسكي حته واحده، وبرضو بتتفرز فيها وبيدخلوا في بعض زي نظام النقر واللسان. بيكون ده الشكل في الاخر لما بيتجمع كده. العلفه الداخليه خلصت، بناخدها نصنفرها وننعمها، وبعد كده بيدخل المكبس الحراري بيتكبس من ناحيتين بالكونتر طبقات اللي انا وريته لكم من شويه، وبنفتح للكالون بالراوتر زي ما انتم شايفين. وبعد كده شكل الباب اهو لما اتجمع واتلزق له القشاط كده الباب جاهز. نيجي للبار، العلفه الداخليه موسكي، وبعد كده بنلزقها من بره كونتر طبقات. شايفين الفتحه دي؟ ده تفريز بنعمله، بنحط فيه الكاوتش دوت اللي هو لما الباب يتقفل ما يترزعش وبيمنع شويه الصوت. وبعد كده بنفرز في البار اماكن المفصلات كلها، واحنا هنا مستخدمين مفصله لدفن اللي هو لما الباب يتقفل ما بتبانش من الظهر. وخليني اقول لك